انا عايز اعرف الانبوبه دي، انا دلوقتي طلب مني تحليل وليكن سي بي سي او سي ار بي. في كذا سؤال هيجي في دماغي. التيوبه هسحب على تيوبه كام، تيوبه نوعها ايه، هسحب كام ملي، وهل هنسحب دي المره دي الوحيده بس ولا المره التانية، وهستفاد ايه من التحليل ده وليه هو طلبي يعني، صح؟ مش دي الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغك؟ فهو ده اللي احنا هنعرفه النهارده. التحليل معانا اول انبوبه اسمها الايديتا. تمام. ايديتا ده اختصار لكلمه كبيره بالماده الفعاله اللي موجوده في قلب الانبوبه. تمام. طب هي شغلتها ايه ايديتا دي؟ شغلة الايديتا دي ان هي بتمنع ان هو الكالسيوم يرتبط بالدم، ولما تمنع الكالسيوم ان يرتبط بالدم فبتمنع تجلط الدم. تمام. طيب بستفاد منها ايه بقى، او بسحب عليها التحاليل ايه، او التحاليل المتاحه ايه؟ عندك حاجه اسمها اي بي او ار اتش. اي بي او ار اتش دي اللي هو الفصيله وعامل رايسوس منقسمه الى حاجتين اتنين، اي بي او اللي هو اي او بي او 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 اي بي، والار اتش ده اللي هو موجب او سالب اللي هو عامل رايس. بسحب كام ملي؟ والله بيقول لك بتسحب 1 ملي بس لو انت هتعمل نفس التحليل اللي هو تحليل بس اي بي او ار اتش. طيب بتسحبها امتى؟ بتسحبها في اي وقت، يعني انت ممكن تسحبها من اول ما الطفل يتولد، خلاص كده احنا عرفنا الفصيله بتاعته وما بتتغيرش، يعني فصيله الطفل مش بتتغير خالص. طيب امتى لازم نسحب للطفل في اول يوم؟ والله لما تكون الام او الاب فصيلته سالب بنسحب للطفل في اول يوم عشان نعرف الفصيله. طب انا يهمني الاب في ايه؟ انا في الغالب ما بيهمنيش الاب، انا يهمني الام. لما الاقي الام او الام اي فصيله سالب لازم اسحب للام للطفل فصيله. ليه بقى؟ عشان لو الام طلعت سالب والطفل طلع موجب، او الام موجب والطفل طلع سالب، المفروض ان انا اعمل ايه؟ بتاخد حقنه الار اتش. حقنه الار اتش دي بتحفظ او بتمنع الطفل اللي جاي ان هو ما يحصل له ابورشن، او ان هو ما يكملش الحمل بتاعه. ليه بقى؟ عشان لو الوقت الجنين ده كان موجود في رحم الام وعنده فصيلة غير فصيلة الأم، فبيحصل إن جسم الأم بيعمل أجسام مضادة عشان يهاجم الطفل ده. طب ليه ما موتش الطفل الأولاني؟ عشان بيكون لسه حاجة غريبة والجسم الأم لسه ما أنتجش أو ما هاجموش بالشكل الأجريسيف أو الشكل اللي يعمل له إجهاض. لما تيجي بقى للطفل الجاي، تمام، ويجي بقى يحصل حمل، هتكون الام عندها اجسام مضاده كافيه تقدر تهاجم الطفل الجديد، فيبقى عندك جنين مشوه او الحمل ما يكملش اصلا. تمام. فعشان كده لو الام سالب والطفل موجب لازم انا اعمل فصيله. لو في فرق ما بين الفصيلتين لازم انا الام تاخد حقنه الار اتش عشان ما يتكونش اجسام مضاده للطفل اللي بعد. وصلت النقطه دي؟ عندنا السي بي سي. سي بي سي ده كومبليت بلاد كاونت اللي بنقول عليها صورة دم كاملة. بنعرف منها ايه؟ والله بنعرف منها عدد كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء، وبنعرف منها نسبة الهيموجلوبين وده المسؤول عن الانيميا، وبنعرف عنها عدد الصفائح الدموية والهيماتوكريت. امتى بقى بنسحب التحاليل دي؟ احنا هنسحب 1 ملي، لو هنعمل التحليل ده لوحده هيطلع لي كل النتائج ده ب1 ملي بس. طيب امتى نسحبها؟ قال لك والله بعد اول 24 ساعة من ولادة الطفل. ليه بقى؟ قال لك لو انت سحبتها قبل اول 24 ساعة المفروض ان هي بتطلع نتائج خاطئة او قيم مختلفة، بحيث ان هو لسه الدنيا ما استقرتش ما بين دم الطفل ودم ودم الام. هو المفروض ان هو الجنين بيبقى دمه منفصل بس لسه مرتبط بالام في بعض الانزيمات والهرمونات، والقيم اللي موجودة بتاعته مش هتبقى صحيحة او مش بتمثل الطفل بنسبة 100%. فبيقول لك نعمله بعد اول 24 ساعه. طيب عندك لو انت هتعمل سي بي سي دون عشان تقيم انت كنت عامله اصلا ولقيت اللي مثلا الهيموجلوبين بتاعك قليل او كرات الدم الحمراء قليله ونقلت للطفل ده دم، ده يبقى عايز اعرف بقى نتيجه النقل ده ممكن اسحب سي بي سي امتى؟ قال لك بعدها من 4 ل 6 ساعات. يعني لو سحبت بعد ساعتين هيبقى تاثير الدم اللي انا اديته ده مش هو التاثير المظبوط يعني، فبيقول لك نسحبه تاني من 4 ل 6 ساعات. ده المصادر بتقول كده. طب لو جه دكتور وقال لي يا محمد انت بعد ما تدي الدم بساعتين اسحب، طيب هنسحب له هو براحته بقى، يعني ما عندناش مشكله في النقطه دي. يعني كرات الدم الحمراء دي مثلا لو لقاها قليله ايه اللي هيحصل؟ المفروض بننقل حاجه اسمها ريد بلاد سيل باكج، ريد بلاد سيل. وفي لو لقيت كرات الدم البيضاء، طب لو لقيتها عاليه، لو كرات الدم الحمراء قليله هننقل دم. طب لو لقيتها عاليه، بروح ابص على حاجه اسمها الهيماتوكريت. لو لقيت الهيموجلوبين عالي، انا هقول لكم كده السي بي سي كلها، لو لقيت الهيموجلوبين عالي دي حاجه اسمها بوليسياسيميا. البوليسياسيميا دي اللي هي عكس الانيميا. الانيميا اللي هو نقص كميه الهيموجلوبين، البوليسياسيميا زياده كميه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين مرتبط بكرات الدم الحمراء، يعني هيموجلوبين زياده عن كرات دم حمراء زياده. الهيماتوكريت ده درجه لزوجه الدم، تمام، المفروض من 44 ل 45%. لو لقيتها عاليه بقت درجه الدم لازجه فممكن تعمل مشكله في عضله القلب. طب لو لقيتها قليله
القليله في الغالب احنا كده كده هنعوضها بندي كرات دم حمراء. يبقى هيموجلوبين قليل، هيموجلوبين قليل او كرات الدم الحمراء قليله او الهيماتوكريت قليل، هندي دم. عندي نوعين من الدم، لا اما كرات دم حمراء لا اما هول بلاد اللي هو دم كامل. هو الصح ان الطفل مشكلته في الهيموجلوبين، والهيموجلوبين مرتبط بكرات الدم الحمراء، فاحنا الصح ان احنا نديله ريد بلاد سيلز اللي هي كرات دم حمراء بس. طيب لو هي زياده عند نسب معينه مثلا مؤثرة عندي في الصفرة، والطفل عمال يتخلص من كمية زيادة من كرات الدم الحمراء، احنا قلنا هيطلع لنا حاجة اسمها البلوروبين اللي هو عدم تكاثر كرات الدم الحمراء. ساعتها هيزود نسبة البلوروبين ونسبة الهيماتوكريت هتبقى عالية اللي هي الزوجة اللي احنا قلنا عليها. فلازم نحمي الطفل من التغيير ده. بنعمل ايه بقى؟ المفروض ان احنا بنشيل كرات دم حمراء ونحط مكانها محلول ملح عشان تقلل نسبة الهيموجلوبين وتقلل كرات الدم الحمراء وتقلل الهيماتوكريت. النسبه بتاعتها هنحسب قد ايه ومش هنحسب قد ايه، دي انا كنت حاسبها في المحاليل تقريبا. لما نوصل لها باذن الله هنبقى نعرفكم عليها. عندك بعد كده حاجه اسمها ريتيكيولوسايت اللي هو معدل تكاثر كرات الدم الحمراء. احنا في التحليل اللي هنتكلم عليه قدام هنعرف التي اس بي والدي اس بي والبلوروبين والحاجات دي وبنستفاد منهم ايه. احنا هنا دلوقتي الريتكس ده بنعرف منه معدل تكاثر كرات الدم الحمراء. بنسحب كام ملي؟ 1 ملي. بنسحبه في اي وقت او اي حاله عندها ارتفاع في نسبه الصفرة وعايز اعرف الصفرة دي بتتكسر بمعدل قد ايه. بعد كده حاجه اسمها كروس ماتشنج. كروس ماتشنج ده اللي هو التوافق. انا عايز اشوف توافق دم العيان مع دم المتبرع، بس بيتضاف عندنا في حديث الولاده ان احنا بنشوف دم المتبرع ودم المريض اللي هياخد ودم الام. طب انت حطيت الام ليه؟ قال لك والله انا حطيت الام عشان بيبقى لسه احنا كنا بنقول ممكن يبقى في اجسام مضاده منقوله من الام للطفل، تمام، وممكن تاثر او تتفاعل مع دم المتبرع. فبالتالي يبقى انا دلوقتي مش بخلي المتبرع للمريض، لا ده المتبرع للمريض والام بتاعته اللي هو الطفل والام بتاعته. ليه بقى؟ عشان ان انا احمي إن الطفل او استبعد ان هو يحصل رياكشن لما اجي احقن دم المتبرع ده. لو في مشكله يا ريت توقفوني يعني. حاجه اسمها HbA1c سكر تراكمي، انا حبيت احطه عشان ممكن تعرفوا او تحتاجوا في حالات الاي دي ام اللي احنا اتكلمنا عليه، فبالتالي حطيته لك هنا. بس في الغالب احنا ما بنسحبوش زي ما قلت برضو في حالات الاي دي ام، حالات الهايبوجلايسيميا اللي هي المطوله ومحتاجه جراحه ومحتاجه عنده حد متخصص اندوكراين، دي ممكن تلاقي ممكن ما تشوفهاش اصلا في حياتك كلها. يتم السحب في اي وقت اللي هو السكر التراكمي ده. طيب انا عندي سؤال جه في دماغي دلوقتي. لو انت قلت لي يا مستر محمد ان انت عندك 5 تحاليل دلوقتي، 1 2 3 4 5 تحاليل، وكل واحد لازم اسحب 1 مللي. المفروض بنسحب 1 مللي لكل تحليل. يعني انت دلوقتي لو عايز تسحب ال5 تحاليل دول انا هتسحب للطفل 5 مللي؟ اكيد هيأثر على الطفل بتاعنا يعني، وهيأثر لان احنا الطفل اصلا كله في لتر ونص اساسا، ممكن اقل يعني. طيب ايه هتعمل ايه يا مستر محمد؟ قال لك والله لو انا هسحب مثلا 5 تحاليل دول، بيقول لك اول تحليل هتقول انا هسحب 1 مللي، وبعد كده كل تحليل هتزود له نص مللي. يبقى انا عندي التحليل الاولاني ده 1 مللي، الثاني نص يبقى 1.5، الثالث هنزود نص يبقى كده 2، وهكذا. يبقى كده 1 مللي و4 تنصاص، يعني انت هتسحب 3 سم. وليه انا بقولت لك ان الماده الفعاله اللي موجوده في الانبوبه وبتعمل ايه اللي هو ماده الايديتا وبتشيل الكالسيوم، لان الانابيب بتتغير من بلد لبلد. يبقى انا لازم ابقى اكون عارف الماده الفعاله اللي موجوده وشغلتها ايه. تعال نخش على تاني انبوبه معانا، ودي انبوبه بنقول عليها سيرم او انبوبه فارغه او حاجه اسمها كلوتنج تيوب، تمام. في انبوبات بتيجي تبص بتلاقي عند النقطه اللي موجوده هنا دي بتلاقي ايه بقى؟ بتلاقي حاجه اسمها ماده زي جيلاتينيه كده شفافه، بيقولوا عليها ماده السيليكا. دي شغلتها ان هي تزود سرعه ترسيب او تجلط الدم. طيب بنسحب عليها تحاليل ايه؟ حاجه اسمها CRP. ركزوا معايا بقى، CRP سي رياكتيف بروتين موجود في التحليل. لو بيبين لي لو في ميكروب في الدم بيبين لي البروتين ده. يعني البروتين ده لو موجود في الدم دليل ان وجود فيه عدوى في قلب الدم. بنسحب كام ملي؟ بنسحب 1 ملي. عايزك بس تعرف حاجه مهمه جدا لحالات اللي انت CRP ده. CRP ده بيؤكد التشخيص ولا ينفيه. يعني ايه يؤكد التشخيص ولا ينفيه؟ يؤكد التشخيص يعني لو انا جيت عملت CRP ولقيته ايجابي يبقى انا عندي عدوى مؤكده في قلب الطفل ده. طيب لو انا جيت عملت CRP ولقيته سلبي، مش معنى كده ان الطفل مش مصاب بالعدوى. دي ترجمه ما يؤكد التشخيص ولا ينفيه. طيب هنعمل ايه ونتاكد ازاي؟ والله انا شايف الطفل
هايبوفلاسيد، الساكنج بتاعه قليل، الحركه بتاعته قليله، جلد متلد، جنرال كونديشن اموره مش تمام. عندي هيستوري ان الطفل ممكن يكون ميكونيوم اسبيريشن، او الام كان عندها عدوى في المجرى البول او في المثانه، او كان حصل عليها رابشر اوف ممبرين، وش ان الطفل ده مسبتك عنده ميكروب، فسحبت سي ار بي وطلع نيجاتيف. مش معنى كده اقول ان الطفل لا ده في الامان، لا، المفروض ان الحاجه الوحيده المؤكده للاصابه بالعدوى زي ما هنتعلم دلوقتي قدام اللي هي مزرعه الدم. يبقى دي معنى كلمه يؤكد الشخص ولا ينفيه. بنسحبه امتى؟ بنسحبه والله بعد اول 24 ساعه، واحنا شرحنا نفس الكلام ده في قلب السي بي سي. ممكن تعمل له متابعه لو الطفل حالته مستقره واموره تمام، كل 3 ايام نسحب السي ار بي كفولو اب، بنشوف ان هو بيقل او بيزيد. هو المفروض ان هو 6 فيما اقل، ده اللي هو سلبي. ازيد من 6 يبقى ايجابي. في بقى 12 و24 و48 و196 وارقام كده خياليه يعني. لو احنا بقى عاملينه 48 ومشغلين مضاد حيوي وجينا بعد 43 3 ايام وجينا نسحب لقيناه لسه 48 زي ما هو، المفروض ان احنا نعمل فولو اب بعد 48 ساعه. نيجي بقى على التحليل الثاني اللي بنعمله على حاجه اسمها تي اس بي ودي اس بي، والاثنين دول مرتبطين ببعض. ايه هو التي اس بي والدي اس بي؟ ترجمتها توتال سيرم بلوروبين، والدي اس بي دايركت سيرم بلوروبين. هنسحب من 1 سم ل 1.5 سم زي ما احنا اتفقنا. دول يعتبروا تحليلين اتنين، تمام. قال لك يبقى 1 مللي وهسحب التحليلين اتنين مع بعض يبقى 1.5. بس لو عملتها 1 سم ونسبة الهيموجلوبين عالية والهيماتوكريت عالية، بيجي يفصل بلازما عن الدم. مش احنا بنشوف دايركت سيرم بلوروبين، يعني بنشوف البلوروبين اللي موجود في قلب السيرم اللي هو في قلب البلازما. لما بيكون نسبة الهيموجلوبين عالية والهيماتوكريت عالي، تمام، بيجي يفصل بيلاقي نسبة السيرم ايه قليلة. فعشان كده بقول لك ممكن تحط 1.5 كمان، مفيش اي مشكلة خالص. بتسحبها لما الطفل يكون عنده اصابة بالعدوى، باصابة بالصفرة، او الام فصلتها او سالب. ممكن تسحبها من اول دقيقة في حياة الطفل، بنعرف بيها نسبة الصفرة. طب انا لقيت الطفل بتاعي بعد ساعة اصفر، اسحب له بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 3. اول 3 ايام دول اصعب 3 ايام، بتابع فيهم اهم حاجتين اتنين، اللي هو رضاعة الطفل والحركة بتاعته، ودول حاجة ودي يعتبر حاجة واحدة. والحاجة التانية اللي هو لون اصفرار الطفل، يعني ممكن تلاقي الطفل في تاني يوم او في اول 6 ساعات تلاقيه اصفر. دي يعتبر في الغالب تكسر في الدم بسبب حاجه اسمها بلاد هيموليسيس، اللي هو التكسر الدم. ممكن يكون سبب بقى زي ما احنا قلنا الار اتش او الاي بي او والحاجات دي. وبعد كده هنتابع بقى البيليروبين قد ايه على حسب الجدول. يعني ايه على حسب الجدول؟ وانت رميتها لي كده في قلب الكتاب. قال لك عشان مثلا لو انا حطيت الطفل ولقيته في الاول يوم والصفرة بتاعته عاليه ومحتاج ان انا احطه على كبسوله وعايز اتابع، مش هسيبه لحد 24 ساعه. هتلاقي بعد 6 ساعات يقول لك اما اروح اشوف نسبه الصفرة كام، انا كنت حاطه على 18، بعد 6 ساعات متوقع يطلع 14، بعد 6 ساعات لقيته 17. يبقى لازم ان انا ايه اخد اكشن تاني، اغير دم مثلا، اودي اي في اي جي وهكذا. طب لو الطفل اموره مستقره وصفرة طبيعيه ومنه مستبعد ان هي تكون صفرة مرضيه، ما انا احطه على علاج ضوئي ثنائي مثلا على حسب الكيرف زي ما احنا قلنا، ويشوف بعد 12 ساعه، وبعد 12 ساعه يشوف امورها اذا كان هيقيم تاني بعد 12 ولا 24 ساعه، ويدي معنى على حسب الجدول. طيب تالت تحليل معانا حاجه اسمها سيرم الكترولايت، ودي الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكلورايد. التحاليل دي انا ممكن بنقول عليها مثلا ان هو شوف لي الالكترولايت بتاع الحاله او اسحب الالكترولايت للحاله. معنى انك تكتب الالكترولايت بس كده للمعمل، هو بيشوف صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم. عايز تعمل حاجتين اتنين بس بتقول له مغنيسيوم مثلا، عايز تعمل حاجه واحده تقول له كالسيوم بس، مفيش اي مشكله خالص. ونفس الكميه برضو، نفس دول كذا، ده 1 2 3 4 5 تحاليل. لو انت هتسحب الكميه كلها ممكن تسحب 3 سم يعمل لك التحاليل كلها، لو تسحب واحد بس بتسحب 1 سم. طيب يتم السحب في اي وقت لمتابعه العناصر الموجوده في الدم، ويفضل بعد اول 24 ساعه. ولو احنا طفل جالينا بجفاف او الرضاعه بتاعته قليله او كده، ممكن او مثلا بيخش في فيتس ده بيبقى سبب نقص عنصر الكالسيوم، فالمفروض ان احنا بنسحب له الالكترولايت دي، تمام. وبنسحبها بعد كده 48 ساعه او 72 ساعه، اللي هو يومين او 3 ايام لو الطفل مش بيرضع ومعتمد على التوتال بالونتال نيوتريشن او بارشال بالونتال نيوتريشن. بارشال دي اللي هي زي التي بي ان، وتوتال بالونتال نيوتريشن ده اللي هو حاجه زي النيومنت، وبنضيف عليها اللي هو الليبيد. لو ضفت عليها الليبيد يبقى انت كده جبت البروتين وجبت الدهون وجبت الجلوكوز والصوديوم والبوتاسيوم والملح، يبقى انت جمعت كل العناصر. بنقول عليه التوتال بالونتال نيوتريشن، يبقى غذاء كلي عن طريق الوريد. التحليل الرابع رينال اند ليفر فانكشن، وظائف كبد وكلى. بيتم السحب 2 سم على اساس ان هو سنتل دي وسنتل دي، ولو التحليل واحد بنسحب 1 مللي. بنسحبها في اي وقت، خاصه لو الطفل ده بياخد علاج لمتابعه وظائف الكبد. هتعرفها ازاي؟ عندك بقى لما احنا نيجي الادويه هيقول لك مثلا حاجه زي الجنتامايسين المفروض ما ندوش للحالات البريتيرم اللي اقل من 36 اسبوع، عشان ان هو تقيل على
تقيل على الكبد في اللي هو الخروج بتاعه. طب انا شغلت طفل عليه وكنت عامل له مزرعه، والمزرعه قايله لي ان هو لازم ناخد المضاد الحيوي ده، فطيب انا هديه باحتياطات بالجرعه بتاعته المظبوطه، واعمل فولو اب لوظائف الكبد بتاعته. كاردياك انزيم، متروبونين، والسي كي ام بي، تحليل انزيمات القلب في الغالب ما بنسحبهاش خالص، بس طالما لو احنا جينا عملنا عرض كارديولوجيست متخصص قلب وقال لك اسحبهم لي، فاحنا هنسحبه، يبقى انت عارف ان انت هتسحبهم 2 مللي على تيوبه فارغه او تيوبه كلوتنج تيوب، ويتم السحب في اي وقت لو الطفل يعاني من اي مشاكل في القلب، مفيش اي مشكله، ودي من الحاجات القليله اللي انت هتشوفها في قلب الحضانه. طيب في نفس التيوبه الحمراء دي في تيوبه زيها لونها اصفر، انت هتبص هتلاقي فيها حاجه من الاثنين، لا اما تيوبه ناشفه ما فيش مكتوب عليها اي حاجه خالص، لا اما مكتوب عليها كلوتنج تيوب، تمام، لا اما مكتوب عليها سيليكا تيوب. سيليكا تيوب دي بتلاقي بقى انبوبه صفراء وفي اخرها كده حاجه جيلاتينيه كده صلبه من تحت، دي اللي انت عارف ان تعرف ان هي دي ماده السيليكا اللي بتسرع تجلط الدم. التيوبه اللي بعدها دي اسمها صوديوم ستريت تيوب، الماده الفعاله اللي موجوده فيها صوديوم ستريت، انت هتلاقيها بتنادى عليها بتنادى عليها في الشغل تيوبة الاي ان ار، بس هي مش اي ان ار بس، بتعمل كل الحاجات اللي احنا نقول عليها دلوقتي. صوديوم سيترات دي بقى لها حكايه. صوديوم سيترات ده اللي بيبقى موجود في القرب بتاعه الدم، ودي تركه خدها لكم كده يعني. يبقى صوديوم سيترات ده موجود في القرب بتاعه الدم، وشغلته ان هو يرتبط بجزيئات الكالسيوم ويمنعها من ان هي تلتصق بالدم، فبالتالي بيمنع تجلط الدم بتاعنا عشان يحافظ على السيوله بتاعته. طيب بيرتبط بيها يعني كده بيكسر الكالسيوم اللي موجود في الدم، فبالتالي ده سبب لما يجي يقول لك لما اجي اغير دم للطفل لازم اديله كالسيوم. ليه بقى؟ عشان انت خدت الدم بتاع الطفل اللي هو فيه كالسيوم ورميته، ورايح تديله دم متبرع اللي هو ما فيهوش كالسيوم بسبب ماده السيليكا اللي كسرت جزيئات الكالسيوم اللي في دم المتبرع. يبقى انت كده عرضت الطفل لايه؟ لهايبوكالسيميا، وده سبب ان انت بتعوض له كالسيوم اثناء تغيير الدم. نروح بقى للتيوبه نفسها، بنسحب عليها تحاليل بقى اسمه اف دي بي، ده بنقيس بها عوامل التجلط كلها. طيب بنلاقي بقى او نسحب لحد فين او نسحب كام سنتي؟ والله في تيوبات يقول لك 2 سنتي، 1.5، 2.5، انا ماليش دعوه، انا كل تيوبه بيكون حاطط لك ماده صوديوم ستريت كافيه للكميه اللي انت هتسحبها دي، تمام. فانا بروح اشوف على التيوبه بلاقي عليها علامه كده بقى، تبقى العلامه دي تبقى سهم او خط اسمر زي اللي موجودين دول هنا بقى في نص التيوبه في ربعها، زي ما هو يحدد لي بسحب عندها بالظبط، ولا زياده ولا اقل، عشان هو عامل كميه الصوديوم ستريت تبقى كافيه لكميه الدم اللي موجوده دي. لو انت عملت بزياده او عملت باقل فهتطلع نتيجه مختلفه، وخاصه ان انت بتتعامل مع تجلط الدم والبروثرومبين تايم والحاجات اللي هي متعلقه بتجلط الدم. طيب بنسحبها امتى؟ في اي وقت لو الطفل بينزف في اي مكان في قلب الجسم، او لو انت بتستخدم هيبارين في علاج الحاله، سواء للعلاج للحفاظ على القسطره المركزيه بيتنت اللي هي شغاله، تمام، او لو انت مركب قسطره شريانيه عشان تقيس منها الضغط. في الحالتين انت بتحافظ على الفينس اكسس او الدوره الدمويه، الاكسس اللي انت عامله الدوره الدمويه سواء وريدي او شرياني، ان هو يفضل بيتنت ما يتجلطش عليه او يترسب عليه جزيئات دم فتسد الفلو فيها، تمام. ممكن اسحب الاف دي بي دي. التحليل اللي بعده حاجه اسمها دي دايمر، كلنا طبعا شفنا كورونا في الايام اللي فاتت، كله بيقول لك اسحب لي دي دايمر، الدي دايمر عالي يبقى المعلم ده عنده كورونا. طيب هو التحليل ده الدي دايمر ده قصته ان هو تحليل بيكتشف وجود جلطات في الدوره الدمويه. انا ما بسحبوش بس لحالات الكورونا، انا بسحبه مثلا لو حاله بيد ريدن او الحاله بتاعت الحركه بتاعته قليله او السيوله بتاعته عاليه، فانا بسحب دي دايما عشان اشوف اذا كان في تجلط في الدوره الدمويه ولا لا. طب دي بس قال لك لا، طب ما انت ممكن تكون عندك طفل وعملت له حرق كالسيوم وعملنا دوبلر، والدوبلر بيتنت واموره تمام والاورده كويسه، بس انا عايز اتاكد اذا كان في تجلط وصل لاي منطقه تانية ولا لا، فبنعمل الدي دايمر ده ويبين لنا اذا كان في مشكله ولا لا. وعندنا احنا في الحضانه بقى بيتم سحبه في اي وقت، خاصه لو الطفل مركب قسطره مركزيه. القسطره المركزيه دي بقى سي في سي، يو في سي، يو اي سي، بيك لاين، اي سنترال لاين مركب للطفل. ليه بقى؟ عشان ممكن يكون حصل جلطه والجلطه دي انتشرت لاي مكان في قلب الجسم، فانا عايز اشوف اذا كان في جلطه ولا لا. ما انا مش هروح اعمل دوبلر زي ما احنا هنعرف في الاشعه دلوقتي على الحالات دي كلها على جسم الطفل كله، تمام. طيب التحليل اللي بعده الكميه اللي هنسحبها، عشان احنا فاهمين اول ما نشوف التيوبه دي هنشوف هو الشركه المصنعه حاطه لها علامه فين واسحب زيها بالظبط.
حاجه اسمها بي تي بروثرومبين تايم، وقت البروثرومبين بتعرف منه المده المطلوبه لحدوث تجلط الدم. وقلت لك برضو بيحدد علامه على الانبوبه، ونفس الكلام بنسحبها في اي وقت لو الطفل عنده نزيف في اي مكان في الجسم. والله جت تعمل له جاي يعمل بول، جيت ابص لقيت في البول ده لونه دم مثلا، باجي اركب له كانولا الاقيه بينزف بكميه كبيره، الاقي مثلا مكان الشك عامل تسريب حواليها، الاقي الطفل بيجيب دم من مناخيره كتير او من المعده. المعده ممكن يكون فيه لونين للدم، لا اما دم لونه احمر فاتح وده نزيف اكتف فعال دلوقتي، او لونه اسمر يعني كان فيه نزيف فعال والنزيف ده ما فضل في قلب المعده، انزيمات المعده عملت ايه؟ عملت غيرت اللون بتاعه. حاجه تانية اسمها بي تي تي اكتيف بارشال ثرومبوبلاستين تايم، وقت البروثرومبين الجزئي واللي منه بنعرف مدى نشاط عمليه التجلط. بتحدد برضو علامه وبنسحب عليها، بتسحبه في اي وقت الاطفال اللي عندها نزيف في اي مكان، نفس الكلام. هي اشهر حاجه هتسحبها لاي النهار في بتاع التيوبه دي عشان تبقى فاهم يعني. وقت البروثرومبين من خلاله بنعرف نسبة السيولة في الدم، بيحدد علامة برضه على التيوبة وبنسحب عليها. بنسحبه لأي طفل، خاصة لو الطفل مركب قسطرة مركزية أو لو هتعمل له invasive procedure. يعني انت لو هتركب أي نوع من أنواع القساطر المركزية دي، أو هتعمل له شيست تيوب، أو هتعمل له أي حاجة جراحية أو حاجة اختراقية، لازم أنا أشوف نسبة الأي إن آر بتاعته، عشان لو نسبة السيولة عالية وأنا مضطر إن أنا أدي دم اعمل الاجراء بتاعي ده، فلازم انا اجهز دم احتياط عشان متوقع ان الطفل بتاعي ينزف اثناء الاجراء بتاعي اللي انا هعمله. خش بقى على التحليل اللي بعده. هي التيوبه نفسها تمام، صوديوم ستريت برضو مفيش اي مشكله، بس بنسحب عليها تحليل اسمه الاي اس ار. طب ايه الفرق ما بين التيوبه دي والتيوبه دي؟ مفيش فرق خالص، غير ان هي مخصصه للاي اس ار، يعني عامل لك نسبه ستريت كافيه لنسبه الدم اللي ينفع اطلع منها تحليل الاي اس ار ده. يعني انا ممكن تلاقي في بعض التيوبات لونها بينك صوديوم ستريت برضو مكتوب فيها والله عند العلامه ده هي هعرف اعمل لك البي تي والبي تي تي والاي ان ار، وعند العلامه دي هعرف اعمل لك البي تي والبي تي تي والاي ان ار، وهعمل لك الاي اس ار كمان. طيب ايه هو الاي اس ار بقى؟ معدل ترسيب كرات الدم الحمراء، تحليل بنقيس منه سرعه استقرار كرات الدم الحمراء. في الغالب او في العادي تستقر كرات الدم الحمراء ببطء، ولكن لو استقرت بسرعه ده مؤشر على وجود التهابات في الجسم. يعني اسحبه امتى؟ يعني لما يكون الطفل بتاعي عنده التهابات في الجسم، او كان عامل عمليه، او مركب قسطره مركزيه، فانا متوقع ان الطفل ده ممكن يكون عنده التهاب في الجسم، فانا عايز اعرف بقى اعمل لي تحاليل كده ايه صايع يشوف لي اذا كان عندي التهابات ولا لا. والله بروح اعمل سرعه ترسيل، النتيجه طلعت بيستقر بسرعه وايجابيه، يبقى كده الطفل بتاعنا عنده عدوى. اروح اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل مزرعه عشان اشوف نوع العدوى دي، وهنعرف دلوقتي بقى نوع المزارع ونعمل فيها ايه. التحليل اللي بعده او التيوبه اللي بعدها، التيوبه دي الانبوبه دي اسمها هيبارين تيوب. احنا في الغالب احنا بنجيب هيبارين ونحطه في سرنجة انسولين، وعشان نسحب الكميه بتاعتنا ما بنسحبش في التيوبه دي. بس لو انا بسحب لشخص بالغ مش زي حديث الولاده، المفروض ان انا بجيب التيوبه اللي انتوا شايفينها الخضراء دي، وهلاقي مكتوب عليها هيبارين تيوب او هيبارين صوديوم. واحنا عندنا نوعين من الهيبارين، هيبارين صوديوم وهيبارين ليثيوم. صوديوم وهيبارين ليثيوم. طب انا المفروض بعمل بها تحليل ايه؟ والله بتعمل بها تحليل غازات الدم الشريانيه اللي هو اسمه اي بي جي ارتيريال بلاك جازز. وممكن تعمل نفس التحليل الغازات بس عن طريق الوريد. بسحب كميه قد ايه؟ قال لك من نص ل1 سم. احنا في الاطفال بنسحب نص سم. طيب لو انا التيوبه دي موجوده خلاص هسحب عليها نص ل1 سم واروح اوديها للمعمل. بس كل الاجهزه اللي طالعه الحديثه اللي هي بتقيس تحليل الغازات في الدم بتعوز التحليل يكون في سرنجة انسولين، بحيث ان هو سن رفيع خالص كده بيخش في قلب السرنجة، يسحب من 10 ل 30 شرطة من الدم اللي عليه هيبارين ده، ويطلع لك التحاليل كلها. يعني انت اظن الفني في المعمل ممكن يسحب من التيوبة دي في سرنجة انسولين عشان يعرف يحطها في الجهاز اللي هو بيقيس الاي بي جي ده. جهاز الاي بي جي ده اصلا بتلاقيه موجود في قلب الحضانات او موجود في العنايات المركزة المفروض، عشان اي حالة اللي احنا هنسحب لها بقى اي حاله عندها مشكله في التنفس او متعرض لجفاف او متعرض لنزيف، فانا المفروض بسحب له غازات في الدم عشان اشوف نسبه ايه بقى، نسبه البي اتش اللي هو نسبه الحمضيه، السو 2 ثاني اكسيد الكربون الموجود في الدم، نسبه الاكسجين، نسبه تشبع الدم بالاكسجين، البيوكارب اللي موجود في قلب الجسم. وكل دي حاجات بتدينا مؤشرات. وانا في الغالب ما شرحتش الاي بي جي ليه في قلب الكتاب، عشان شرحها طويل جدا 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 وبيختلف عليه اصلا النواب من اللي موجودين معانا. انا يهمني كتمريض
زي ما احنا مركزين في قلب الكتاب اللي هو انا عايز اوصل لك معلومة تمريضية تهمك. انا يهمني ان انا اسحب التحليل كويس، واما تطلع القيم بتاعته اعرف اعوض عليه ازاي. اسحب التحليل كويس ازاي؟ لما انا اسحبه على صوديوم هيبارين او صوديوم ليثيوم، بحدد نوع الماده اللي ساحب عليها عشان الدكتور لو طلعت مشكله في قلب الغازات ابقى عارف، يبقى عارف السبب ده جاي من الماده اللي انا سحبت عليها ولا لا. وبسحب بسحب من نص لواحد سنتي. ولو هسحب في سرنجه بسحب 10 شرط من الهيبارين وارجع اخرجهم تاني عشان امنع التجلط على جدار السرنجه. وانا ببعتها في اقرب وقت، او لو المعمل بره المستشفى لازم احط جزيئات تلج عشان ما تغيرش القيم بتاعه الاي بي جي. يبقى انا كده عملت كل حاجه اعرف اسحب بيها الاي بي جي كويس. لما هتطلع لي النتيجه، لما نيجي نعرف الادويه والمحاليل، هعرف كمان لو طلعت مثلا ريسبيراتور اسيدوزس او ريسبيراتور الكالوزس، ميتابوليك اسيدوزس ولا ميتابوليك الكالوزس، اعوض واصلحها ازاي. ده مش بس كده، هعرفك كمان تحسب الكميه ازاي او البولس ازاي، بفرض ان الدكتور مثلا قال لك عوض على 10 وما كتبلكش التفاصيل بتاعتها، او لو هو قال لك عوض يا محمد ب 30 سم، تبقى انت فاهم يعني ايه 30 سم ده، اللي هو البولس او الشوت او الشوك اللي احنا هنديه للطفل ده عشان نعمل كوركشن للمشكله اللي في الاي بي جي. تطلع بقى كومبنسيتد ولا مش كومبنسيتد ولا الحاجات دي شرح طويل جدا، وممكن احط لك شابتر كامل بيشرح الاي بي جي. فعشان كده انا ما حطيتش شرح الاي بي جي ده في الاوروبيك والانوروبيك، المزرعه الهوائيه والمزرعه اللاهوائيه. بلاد كلتشر تيوب، اوروبيك بلاد كلتشر او اوروبيك بوتل انبوبه مزرعه دم هوائيه، وانوروبيك انبوبه مزرعه دم لا هوائيه. يعني ايه دم هوائيه ويعني ايه لا هوائيه؟ والله احنا عندنا نوعين من البكتيريا، عائلتين كده. عائله بتقول لك والله بتنتمي للبكتيريا الهوائيه وبكتيريا اللا هوائيه. يعني انا لو رحت عملت مزرعه لعينه دم هوائيه، تمام، معناها ان انا بدور على البكتيريا من النوع الهوائيه، تمام. طيب لو انا اصلا كان عندي اصابه ببكتيريا لا هوائيه مش هتظهر في المزرعه. يبقى انا المفروض في تيوبات بقى طالعه حديثه دلوقتي، بدل ما يعمل مزرعه هوائيه ومزرعه لا هوائيه بتعمل الاثنين مع بعض. ولو كده ممكن نعمل دي او دي. يعني انا لما الدكتور يجي يسالنا اقول له يا باشا انا هعمل للحالتين الاثنين، ولا هعمل للهوائيه ولا هوائيه، ولا اعمل واحده بس منهم. مزرعه الدم الهوائيه بنسحب كميه قد ايه؟ قال لك والله من 3 ل 5 سم. المفروض ان انا اتاكد ان التيوبه دي مخصصه لحديث الولاده، عشان الكميه اللي موجوده في التيوبه دي او السائل اللي موجود في التيوبه ده يبقى يتحط له كميه دم كافيه النتيجة. طب هو الكمية او السائل اللي موجود جواها ده ايه؟ والله دي مواد وجلوكوز تقريبا على ما اظن، ده خاص ان هو يغذي الخلايا او البكتيريا الموجودة في الدم عشان يحافظ عليها، عشان لما نيجي نعمل لها مزرعة دي معناها ايه؟ معناها والله ان انا بروح اشوف الدم ده فيه بكتيريا ولا لا. طب لو لقيت بكتيريا بعمل بقى مزرعة، اللي هو بكتر البكتيريا دي، بعمل كمية كبيرة من البكتيريا دي واحط كل بكتيريا في طبق كده. طبعا دي شغل الفنيين بس انا بحاول اقرب لك الموضوع شويه. ما احط كل بكتيريا في طبق، كميه في طبق. والله احنا عندنا ادويه برضو فيرست جينيريشن وسكند وثيرد وكده وهكذا، بيحط بقى المضاد الحيوي كذا نقط مستعمرات كده على الاطباق، وكذا نقط هنا على الاطباق، وكذا نقط هنا على الاطباق، ويجي يشوف بقى بعد 3 او 4 ايام مثلا يوم قايل لك والله في بكتيريا او ما فيش، وبعدها 7 ايام يقوم قايل لك بقى والله ده احنا عندنا بكتيريا اسمها فلان الفلاني تنتمي لعائله كذا كذا، المضاد الحيوي اللي هو بيقتلها اللي هو الفيري سنسيتيف للبكتيريا دي اسمه 1 و2 و3 او 1 بس، والمضاد الحيوي المتوسط اللي يقدر يقتل البكتيريا دي 1 و2 و3، والمضاد الحيوي ان البكتيريا دي بتشربه كده زي غذاء او زي ميه مش بيعمل معاها اي نتيجه، اللي هو ريزيستنت للبكتيريا دي فلان وفلان وفلان وفلان. فاسوأ حاجه بقى زي ما انتوا كنتوا بتبقوا تشوفوا منشورات على النت اللي هو يقول لك ايه، المزرعه طالعه ريزيستنت لكل المضادات الحيويه. يبقى خلاص البكتيريا دي اي مضاد حيوي هتديه للعيان ده هو مش هيجيب معاها اي نتيجه. ودي بيبقى بنتيجه للاستخدام الخاطئ من واحنا اطفال لحد ما نبقى كبار للمضادات الحيويه. زي الناس اللي هي مثلا بتروح تاخد حقنه اللي هو بيقول لك حقنه الخلطه بتاعه المضاد الحيوي او حقنه البرد. حقنة البرد ايه اللي بتعمله او الكارثة اللي بتحصل في حقنة البرد دي؟ هو اللي بيحصل ان هو بيديك يعني عندك بكتيريا وليكن عندك بكتيريا مثلا اللي مسببة او في بكتيريا او التهاب مصاحب لدور البرد اللي عندك ده. فبيعمل ايه بقى؟ انا بقول له والله يا بكتيريا خلي بالك ده انا عندي مضاد حيوي ممكن يقتلك، اقوى مضاد حيوي وليكن سيفتراكزون اهو، تمام. بس
طيب هو اقل جرعه واقل كورس علاجي من 4 ل 6 حقن وليكن، على حسب البروتوكول وعلى حسب الشخص اللي موجود قدامي. انا ما عملتش كده، اديته قلت لها لا ده انا عندي واحد قوي هيقتلك. فالبكتيريا تعمل ايه؟ والله انت اول ما بتديها اول جرعه بتبتدي تعمل اجسام مضاده. البكتيريا بتعمل اجسام مضاده للمضاد الحيوي عشان تبقى مقاومه للمضاد الحيوي ده. ما انا ما اديتش بقيه الكورس اللي هيقتل البكتيريا، ده انا اديتها فرصه، قلت لها لا خلي بالك ده انا ممكن اقتلك بالمضاد الحيوي القوي ده، فخلي بالك بقى. فتقوم ايه عامله اجسام مضاده. يجي لي مثلا، يجي العيان بعد 24 ساعه اقول لك بس انا عرقت وبقيت زي الفل. ايوه انت عرقت وبقيت زي الفل عشان المضاد الحيوي فعلا قوي للبكتيريا اللي موجوده عندك. بس اللي حصل بعدها ايه بقى؟ ان انت بعد 24 ساعه و48 ساعه بتلاقي حالتك بتسوء بشكل كبير جدا. تتحسن امتى بقى؟ لما تاخد كورس العلاج من نفس المضاد الحيوي، يبقى ربنا كرمك ان هي ما قدرتش تعمل اجسام مضاده ليها، او ان هو تروح لدكتور تاني ويغير لك مضاد حيوي ده ويديك كورس كامل من 4 ل 6 حقن مثلا او 6 جرعات. بنسحب المزرعه امتى بقى؟ بتسحبها في اي وقت، وخاصه الحالات اللي بتبقى جايه لسه جايه، مثلا عندي حاله جايه من مكان تاني، فانا عايز اعمل لها زي ايه سكريننج كده، اشوف اذا كانت الحاله عندها عدوى ولا لا. طبعا احنا قلنا السي ار بي مش هيبقى فعال، فاحنا بنقول الحاجه الوحيده المؤكده للاصابه بالعدوى من عدمها اللي هو المزرعه. طيب لو الطفل بتاعي بقى مركب قسطره مركزيه او مركب او عامل عمليه ولا كده، برضو بسحب له مزرعه. لما المزرعه دي ممكن اسحبها في اول يوم امتى؟ لما تكون عندي الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي ممكن تعمل اصابه للطفل بالعدوى، اللي هي الام نزفت او الام نزل عليها ميه قبلها ب 12 ساعه، او الام مثلا كان عندها عدوى في الصدر او في الشيست، يعني مثلا كورونا او التهاب رئوي، او عندها حاجه اسمها يورينري تراكت انفكشن، عدوى في الجهاز البولي وهكذا. فنسحب للطفل على طول مزرعه من اول يوم حتى لو مش باين عليه اي اعراض. نخش للتحليل اللي بعده، وكاتب لك في الاخر اهو بيقول لك يتم السحب من الاساطر المركزيه مثل السنترال لاين واليو في سي واليو اي سي والبيك لاين، وعند ازاله الاساطر المركزيه يتم عمل مزرعه عليها. وهنعرف ازاي هنعمل مزرعه على حاجه انفيزيف داخله في جسم العيان. تعال بس نشوف التيوبا الكونتينر اللي معانا دلوقتي، حاجه اسمها يورين اند ستول كونتينر، عبوه معقمه بنعمل فيها تحليل البول والبراز. والمزارع الاجهزه الاختراقيه اللي انا لسه قايل لك عليها دلوقتي بالمره بقى. يعني ايه مزارع اجهزه اختراقيه؟ يعني انا مثلا الطفل متركب يو في سي، وانا عايز اسحب اليو في سي دي، والتب بتاعتها كانت موجوده جوه الدوره الدمويه جوه جسم العيان. عايز اعرف بقى التب دي كانت عامله مستعمره ولا عامله عدوى ولا لا. بخرج التيوبه بتاعتي العبوه بتاعتي دي، بفتح الغطا بتاعها، بيجي لي زميلي بعد ما يشيل اليو في سي، بجيب انا مقص معقم، واقوم جاي قاطع التيوبه، التيب بتاعت التيوبه اللي هو كانت في جسم العيان، تقوم موقع معايا في العبوه، واقوم قافل عليها، واقوم باعتها للمعمل، واقول له والله دي قسطره مركزيه يو في سي، هنعمل عليها مزرعه بتاعتنا هوائيه بقى ولا هوائيه. هو بيعمل جروس عليها، بيعمل شغله لو فيها بكتيريا، ويعمل بقى القصه بتاعت المزرعه دي، ويقول اذا كان في عدوى ولا لا، ونوع المضاد الحيوي المناسب. اليو في سي دي حاجه من الحاجات الاختراقيه، اللي هو ممكن يكون قسطره سره مركزيه او وريديه او شريانيه، وممكن يكون قسطره مركزيه، او ممكن يكون البيك لاين اللي هو القسطره المركزيه من وريد طرف، او ممكن يكون قسطره اسمها قسطره بوليه، او ممكن يكون انبوبه صدريه. اي حاجه اختراقيه في جسم العيان بتاعي. تحليل بقى البول والبراز بنسحبهم في اي وقت، ما فيش اي مشكله خالص. بس انا عايز اعرف لما نيجي نسحب يورين بنسحب من 10 ل 30 مللي بول عشان نعمل تحليل بول العادي او تحليل مزرعه بول. افضل طريقه بقى ان احنا نسحب كميه البول دي ان احنا نركب قسطره بوليه. طيب انا الطفل بتاعي والله لون البراز بتاعه مثلا البول بتاعه قليل، او مثلا لونه غريب شويه، فانا مش هروح اركب له قسطره سره، قسطره بوليه واختراقيه عشان ان انا اعمل له تحليل. يعني في حاجات تانية ممكن نسحب بيها الدم، اللي هو كيس البول، البول عندنا اللي هو الكيس ده اسمه كيس جمع البول. والله ده لو هنركبه لطفل ولد ذكر عندنا الجزء الاصفر ده عبارة عن لزقة بتلزق على جسم الطفل. المفروض ان انا بنضف حوالين الاعضاء بتاعه الطفل دي يعني ببتادين عشان ينشف الجلد حواليها، وبدخل العضو بتاعه جوه الكيس، وبلزق الجزء الاصفر ده على الكيس. في الطفل ممكن يتحرك يمين يتحرك شمال، ممكن الدايبر بتاعه يتملى فيفرغ البول ده، او البول ده مثلا يكون العضو بتاعه مش نظيف فيمتزج بيه، بسم الله الرحمن الرحيم، يمتزج بالتحليل بتاعي فيعمل لنا نتيجة غلط.
طب لو البنت بينضف برضو المهبل بتاعها، الشفرتين بتوعها كده بتدين ينضفهم برضو، وبيلزق اللزق عليها برضو، ونعمل التحليل بنفس الطريقة. كلها طرق محاولات. ممكن تعمل بقى تحليل، ممكن تعمل مرة او اتنين او تلاتة عشان تطلع ب10 سنتي او 20 سنتي، بس انك انت تعمل التحليل بتاعك سواء بتحليل بول عادي او تحليل مزرعة بول. بس لو الامور مش تمام، او المزرعة مثلا مبينة ان فيها عدوى بس مش قادر يحددها، او ان الحالة بتاعتنا طالبه محتاجه تحليل اكيوريت بقى، ان في مشكله فعليه واحنا عايزين نحللها، الحل الامثل ان انت تركب قسطره بوليه. طب انا لو عايز اسحب تحليل براز لطفل حديث الولاده اسحبه ازاي؟ هقول لكم انا تحليل البراز. لو في تحليل براز انا عايز اسحبه للطفل، المفروض ان البراز ده ممكن يكون ممتزج ببول، فانا المفروض ان انا بشوف مره او اتنين او تلاته لحد ما الاقي البامبرز بتاعي ما فيهوش الا براز بس. لو جيت تبص على العبوه الحمراء دي، في عبوه نوع منها في معلقه كده معقمه برضو في قلب الغطا. باجي في الدايبر كده واخد معلقتين او ثلاثه من البراز واحطهم في العبوه واقفل عليها، واروح اعمل بقى مزرعه، اعمل تحليل براز عادي او مزرعه البراز. اهم بقى تيوبه هتشوفها اللي هو سبيوتم تراب او سبيوتم كلتشر او سبيوتم كونتينر. بص لي على العبوه، على التيوبه دي قدامك كده. التيوبه دي عباره عن ايه؟ عبوه عامله زي بتاعه البول كده، بس فيها غطا من تحت معقم اهو. الغطا ده في القاع بتاعها، يعني القاع ده مسدود، يعني غطا مؤقت يعني. واللي البوز بتاعها من فوق الغطا التاني عبارة عن حاجتين اتنين. قسطرة بتخش في قلب جسم الطفل. الجسم ده ممكن يكون انتوتراكيال تيوب او انبوبة مكان المعدة، يعني يخش المعدة يسحب عينة. واللي في لونها اخضر التانية دي بتركب في جهاز التشفيط. تخيل بقى دي بتشفط، فبتشفط منين؟ من الانتوتراكيال تيوب او تشفط من قلب المعدة. تمام. احنا بقى في الكبار بنجيب العينه التيوبه اللي هي بتاعه البول اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الحمراء اللي فوق دي، ونقول للعيان نعمل له مثلا علاج طبيعي، ونخبط على ظهره ونقول له كح، خد نفس عميق، وانت بتطلع النفس تقوم مطلع كحه، او انا اخبط له على ظهره وهو بيطلع النفس فيقوم مطلع لو في بلغم معايا. ده اللي هو السبيوتم كلتشر. طب انا الطفل مش هيعرف يعمل كده، فلازما بقى اللي هو دي حاجه اسمها مانيبال او سبيوتم تراب او سبيوتم كلتشر او سبيوتم كونتينر، عباره عن تيوبه الغطا بتاعها بيبقى قسطره تشفيط، جزء للجهاز التشفيط وجزء بيخش في الانتوتراكيال تيوب. بخش في الانتوتراكيال تيوب واشفط للطفل عادي خالص، فاللي هيطلع هيجي في قلب الكونتينر هنا. بعد ما بخلص بقوم شايل الغطا بقى اللي فيه قسطره التشفيط ده رميه، واجيب الغطا اللي في قاع الانبوبه اقفل عليه. يبقى انت كده عملت تراب، اللي هو حبست بقى البلغم او المخاط او الحاجه اللي طلعت من قلب الانتوتراكيال تيوب دي وقفلتها وتبعتها المعمل. نفس الكلام لو الطفل عنده مشكله في قلب المعده وعايز اعمل مزرعه للجاستريك كونتنت اللي موجوده، لو الطفل خاصه بيعاني من حاجه اسمها نيكروتينزيج انتريوكوليتس، تعفن جزء من الامعاء، لو سحبت برضه في قسطره التشفيط العاديه هيروح على جهاز السكشن، والخرطوم بتاع جهاز السكشن اصلا هيبقى برضه مش معقم، فهيطلع لي نتيجه خاطئه. فدي الحاجه الوحيده اللي ينفع نسحب بيها. او ممكن حاجه تانية في الاطفال، ان في المعده، في حاجه المعده ممكن ان احنا نركب انبوبه معده ونسحب بسرنجه معقمه ولابس جوانت معقم وتبعتها للمعمل. لكن هي افكتيف وفعاله جدا في الانتوتراكيال تيوب. دي حاجه اسمها، احنا كلنا شفناها، سواب كلتشر، مسحه لعمل مزرعه. المزرعه دي بقى ممكن تشوف بكتيريا، ممكن تشوف فيروس زي ما احنا شفنا في الكورونا اللي هو البي سي ار، يشوف اذا كان البليوميريز تشين رياكشن عشان يشوف اذا كان في عندنا عدوى فيروسيه ولا لا. تمام. ممكن بقى نسحب لها اير اند نوز سواب. والله انا عايز اشوف الحاجه البكتيريا او العدوى اللي موجوده في قلب الودن دي، عايز اشوفها. بقوم شوف، انت لو جيت تبص كده هتلاقي ده الغلاف بتاعها او الحافظه بتاعتها، والاحمر ده الغطا، وفيه البتاع اللي هي البلاستيك دي كلها، وفيها من قدام قطنه. القطنه دي بقى بتخش بقى في الودن، تخش في الانف، تخش في الحاجه في منطقه الحلق عشان تشوف البي سي ار. ايا كان انا كاتب لك كل طريقه بتاعتها. تعال نتكلم كده نشوف مثلا لو انا عايز اشوفها في قلب الدق في الودن او في الانف، بنعمل بها مزرعه تحديد ايه الحاجه الموجوده داخل الانف او الاذن. تمام. وبالتالي محتاج ناخد مسحه منها. فالاذن بتدخل، تخلي بالك بقى، من 1 ل2 سم. تمام. وتلف المسحه في اتجاه واحد، وتطلع تغطيها في علبتها وتبعتها للمعمل بعد ما تكتب البيانات. في الانف بتقيس من فتحه الانف الى الجزء الطري اللي هو شحمه الاذن. تمام. مثلا بتطلع 5 سم ويبقى
تطلع 5 سم، يبقى هتدخل من الانف 5 سم. لازم تخش 5 سم مره واحده كلهم؟ لا، انت ممكن تخش 2 سم وتقوم واقف، وبعد كده تدخل بقيه ال 5 سم كلهم، وبعد كده تلف اللفه بتاعتك وتطلع تحطها في قلب العلبه بتاعتها وتبعتها وتعمل عليها اسم التحاليل. كاتبه لك اهو نفس تحليل الكورونا اللي هي المسحه بتاعت الكورونا، بنعمل بيها البي سي ار اللي هو البوليمريز تشين رياكشن. طيب ايه الوند سواب؟ وده اللي يهمني اللي بعمله في قلب الحضانه. مسحه من جرح سواء بعد العمليه ومكان الغرز عامله صديد او من حرق في الجسم، او كان مركب قسطره مركزيه او انبوبه صدريه ومكان الخياطه ملتهب وعامل صديد وعاوز تاخد مسحه. بتلبس جوانت معقم طبعا، وما بتكونش مغير على الجرح، تمام، ولا حاطط بتادين ولا حاطط ملح على الجرح. انت اول ما تفتح كده البلاستر بتاعك تقوم لابس الجوانت المعقم بتاعك وتشيل السواب من قلب الكفر بتاعها وتحطها في قلب الجرح في عمق الجرح وتلفها لفه وتقوم واخدها ورايح حاططها في العبوه بتاعتها وتكتب بياناتك وتبعتها معانا. بقول لك بقى اهم حاجه، ممنوع تستخدم المسحه دي في الانبوبه الحنجريه، عشان لو انت دخلتها ممكن تسيب بقايا قطن فتخش في الرئه فتعمل لنا مشكله، وبرده بيبقى حجمها كبير فممكن تقفل الانبوبه الحنجريه فتمنع الطفل ان هو يتنفس، وما بتنفعش ان احنا ومش بنستفاد بيها اصلا. ملحوظه بقى عامه كده وانت بتسحب التحاليل، لازم تتاكد من اسم التحليل، اسم الطفل الرباعي والتحاليل المطلوبه، وتجهز الانابيب بتاعتك وتبقى عامل خطه. والله انا هسحب على التيوبه الناشفه 4 تحاليل، يعني المفروض اسحب مثلا 2.5 سم، وهسحب على التيوبه بتاعت الايديتا 5 تحاليل، يعني المفروض اسحب 2.5 سم. لو هسحب ايه الصار يعني هسحب 2.5 لوحدها، وهكذا. يبقى انت عارف هتسحب ايه الاول. والله انا اهم تحليل بالنسبه لي ان انا اعرفه بالظبط دلوقتي اللي هو الايه، السيول، عشان انا رايح اركب سنترال لاين للطفل بتاعي ده، يبقى ده اول تحليل ابدا بيه. تمام. والله ان الدم بتاع الطفل ده وانا عايز انقل له دم وعايز اشوف نسبه تكسر كرات الدم الحمراء، يبقى انا المفروض اسحب له على التيوبه بتاعت الايديتا، عشان ده اهم تحليل بالنسبه لي. انتوا فاهمين النقطه دي؟ يعني اهميه التحليل بتيجي من اهميه التشخيص بتاعه الطفل، عشان انا ممكن اجي اسحب وما اعرفش اسحب الكميه كلها، وطبيعي عادي بيحصل في حديث الولاده. ممكن اريح الطفل ساعتين 3 وارجع اسحب له تاني، بس انا عايز التحليل بقى دلوقتي، يبقى انا اشوف بالاهميه بقى. ماشي. بتجهز بلاستر بالبيانات، اسم الطفل الرباعي ونوع التحليل والتاريخ والوقت، العينه القائم بالاجراء وارسالها في اسرع وقت. طيب نروح بقى للاشعه. الاشعه دي بتشوف بها الجسم، اعضاء الجسم. انا مش المفروض اطلع اعضاء الجسم كلها اشوفها قدامي. اشهر تحليل احنا بنعمله في الحضانه حاجه اسمها الاكس راي العاديه، في اكس راي عاديه واشعه تانية بالصبغه، تمام. في نوع تاني ده اللي انا بستخدمه في قلب الحضانه. اي حاجه تانية بقى بيجي لي متخصص يعملها. اشعه الموجات فوق صوتيه اللي هو السونار، اشعه تلفزيونيه اللي هي الالترا ساوند. نفس الجهاز بيستخدم لعمل اشعه على اجزاء مختلفه من الجسم على حسب العضو ونوع الاشعه اللي بيتم تظبيط اعدادات الجهاز. عندك مثلا انواع الاشعه اللي بتستخدمها بالسونار اللي هو بتاع الحمل ده، حاجه اسمها السونار على القلب، اي سي او، ايكو كارديوجراف. ده بنعمل بيه سونار على القلب ويشوف لي والله كفاءة عضلة القلب، يشوف في ثقب في القلب ولا ما فيش، في عندي مشكلة في القلب في مكانه ولا مش مكانه، ويشوف ضغط الدم الشرياني. كل ده بيشوفه بنفس الجهاز اللي هو السونار اللي هو بنقيس بيه بنشوف بيه الجنين. بس في بروب معين، احنا عندنا 3 بروب بيظبط اعدادات الجهاز واعدادات البروب، وبيستخدم نفس البروب ده عشان يشوف له كفاءة القلب. سونار اشعه تلفزيونيه على البطن اللي هو الابدومينال الترا ساوند، ده اللي احنا بقى بنشوف بيه الجنين، بنشوف بيه اي حاجه في البطن، بنشوف بيه الكبد، بنشوف بيه الكلى، بنشوف بيه في دهون على الكبد او الكلى والمعده والحاجات دي كلها، او اي حاجه انفيزيف جوه جسم العيان بعرف اشوفها بسونار البطن الابدومينال الترا ساوند. سونار على الراس او الجمجمه كرينيال الترا ساوند، تمام. ده انا عند الطفل مثلا دماغه كبيره، عنده فيتس، عنده سحبت له سيريبرو سباينال فلويد اللي هو البذل القطني ولقيتها عنده فيه مشكله ولا كده، فانا ممكن اعمل له كرينيال الترا ساوند. او ان الطفل بتاعي ده هو حديث الولاده وعنده نزيف، او ان الطفل ده هو ممكن يكون وقع من مسافه مثلا نص متر فيما فوق وهو حديث الولاده، بعمل له كرينيال الترا ساوند او اعمل له سي تي. حاجه اسمها تانية اسمها دوبلر على الدوره الدمويه.
بقى هستخدم الدوبلر امتى في حديث الولاده؟ لما يكون الطفل مثلا عنده ضعف في طرف، عاطين له كالسيوم مثلا او اي محلول وحصل حرق في الطرف ده، وعايز اشوف البلاد سبلاي او امداد الدموي في الطرف ده كويس ولا لا، بعمل له دوبلر على الدوره الدمويه. وكل تحليل من دول ليه متخصص، يعني لو جبت مثلا سونار على القلب بجيب حد متخصص كارديولوجيست، الابدومين بجيب حد باطنه او دكتور اطفال ممكن يعمل، سونار على الراس او الجمجمه اللي هو كرينيال الترا ساوند بجيب حد متخصص جراحه مخ واعصاب، دوبلر على الدوره الدمويه بجيب حد متخصص جراحه اوعيه دمويه وهو اللي بيعمل الدوبلر. ماليش اي دور في الاشعه دي يعني غير ان انا اسيستنت بس للاستشاري. استشاري قال لي مثلا هدي الطفل، اعدل رقبته، اعدل الوضع بتاعه، ثبتهولي بتاع الحاجات دي كلها هو اللي بيعملها، انا بس اسيستنت ليه. نروح بقى للشغلانه بقى اللي هو الاشعه العاديه اللي هو الاكس راي اللي احنا بنعملها على طول. ايه هو الاكس راي عشان نفهم الاكس راي كده؟ بص يا شباب، الاكس راي ده عباره عن ايه؟ عن جهاز وعن لوح معدني جواه اللي هو الاشعه بتاعتنا. انا بجيب الجهاز بيعمل كميه اشعه تخترق جسمي وتروح على اللوح ده. طيب الاشعه دي عباره عن اشعه كهرومغناطيسيه بتطلع من الجهاز اهون، تخترق جسمي وتروح تعمل على اللوح نتيجه الاختراق ده. فجسم ده فيه عظم وفيه اجهزه واعضاء وفيه دوره دمويه وفيه خلايا، كل واحد فيهم ليه كثافه بيمتص كميه من الاشعه الكهرومغناطيسيه دي. مثلا العظام كثافة عالية بتمتص كمية كبيرة من الأشعة، فتيجي تبان على اللوح بتاعي لونه ايه؟ لونه أبيض. تمام؟ طيب المعدة بيبقى فيها هواء أو سوائل الكثافة بتاعتها قليلة، بتمتص كمية قليلة من الأشعة الكهرومغناطيسية، الأشعة بتروح على اللوح بتخليها لونها أسود. طيب الأعضاء بتبقى كثافة متوسطة، بتاخد كمية متوسطة من الأشعة الكهرومغناطيسية دي. تمام؟ فتروح تعمل على اللوح لون رمادي. فبعد الاشعه اللي جت من الجهاز الكهرومغناطيسيه دي يعني راحت على الجسم اخترقته وراحت عملت على اللوح، عملت تقريبا صوره تقريبيه للاعضاء بتاعت الجسم. عرفت تعرف ان الابيض ده يبقى عظم، ده بالرمادي ده يبقى الكبد او المعده او الكبد او القلب بتاعي. عرفت ان اللي هو النقطة الفجوة السوداء دهيا يبقى ديا سوائل او هواء. عارف ان في قلب الرئة دهون النقطة دي كلها سوداء يبقى معناها ان هي هواء، يعني هي مشبعة بالهواء وامورها تمام. طب لقيت مثلا فيها باتشات لونها ابيض يعني كثافة عالية، يعني موجود حاجة جوه، الحاجة اللي جوه دي ممكن تكون التهاب او ممكن تكون ممكن براز او ممكن يكون لبن جوه، او ممكن يكون بلشات اللي هو التهاب الرئوي. فيبقى ايه المفروض ان هي مكانها مش هنا، لقيتها موجوده يبقى في مشكله. انا دلوقتي عايز اشوف مسار المعده ده مفتوح ولا مقفول، عايز ابين العضو اللي هيمشي جواه. بقول ما راح اجيب حاجه ماده ذات كثافه عاليه يعني هتمتص كميه كبيره من الاشعه الكهرومغناطيسيه، عشان اما اجي اعمل اشعه طول ما هي ماشيه في المجرى ده كله هيبقى لونه ايه؟ لونه ابيض. الاشعه دي الماده دي اسمها ماده الباريوم اللي هي الصبغه. باجي اقوم حقنها مثلا في قلب المعده بتاعه الطفل عن طريق انبوبه معده، فطول ما هي ماشيه في المعده والامعاء طول ما هي ماشيه عماله تعمل لي رسمه للمعده والامعاء. اول ما اجي اعمل اشعه كهرومغناطيسيه ايه اللي هيحصل؟ هتمتص كميه كبيره من الاشعه فيبقى لونها ابيض، فاجي اعمل الاشعه الاقي المعده لونها ابيض، والاقي الامعاء الدقيقه والغليظه والحاجات دي كلها لونها ابيض. طب لو جيت بقى فضلت بقى في المعده كده ماشيه زي الفل مفيش اي مشكله، وبعد المعده الامعاء لقيتها 10 سم ماشيه وبعد كده او مسافه ماشيه وبعد كده قامت ايه؟ واقفه. معناها ايه؟ اللون الابيض ده وقف او الماده وقفت في قلب الامعاء. معناها ايه؟ الله ينور عليك، في انسداد، في حاجه عاقدها. نفس الفكره بالظبط لما اجي اشوف حاجه اسمها تراكيو اسوفيجال فيستولا اللي شرحناها في العيوب والتشوهات الخلقيه. لو الطفل مثلا جت اديته بالببرونه الاشعه اللي هي الباريوم بتاعتي دي الصبغه دي، بحط على الصبغه، بحط على الرضعه مثلا او الماده بس كده في قلب الببرونه، والطفل ابتدى يرضعها معايا، ولقيتها قامت جايه معديه الحلق هنا كده وقامت جايه عند الحنجره وواقفه. معناها ان في ايه؟ في تراكيو اسوفيجال فيستولا فوق اوبستراكشن. طب انا الطفل بتاعي لو رضع ممكن يشرق، لو انا شاكك ان هو عنده تراكيو اسوفيجال فيستولا يعني عنده انسداد في المريء، فبركب له انبوبه معده
تمام. انا عارف ان هي مش هتروح للمعده عشان في انسداد او متوقع ان في انسداد، فبقوم رايح بقى ايه عامل حقن الاشعه جوه الرايل انبوبه المعده اللي راكبه دي، واقوم عامل صوره يبان لي ان هي جت تمشي في المريء، وصلت لحد نقطه معينه وقامت لفه، يبقى مكانها ده مسدود. اعمل دي امتى واعمل دي امتى؟ لما اعمل الاولانيه اللي هو بيرضع، لما يكون الطفل بتاعي بلع جزء معدني او بلع حته بلاستيكيه مثلا، او ان الطفل ده كان بيعمل براز واموره تمام وبعد كده وقفت فجاه، فكده بيرضع واموره تمام، بس انا عايز اعرف اذا كان في مشكله ولا لا. طب لو الطفل لسه مولود وما بيعملش براز خالص وعنده انتفاخ في قلب المعده، وكان على السونار الفور دي اللي هو بتاع دكتور النساء قايل لي ان في احتمال يكون عنده انتستينال اوبستراكشن، ساعتها اركب راجل. نروح بقى على الاشعه نشوف اوضاع بقى الصوره اللي بياخد بقى الاشعه. لا اما الطفل يبقى نايم على ظهره والاشعه من فوق، الاشعه الكهرومغناطيسيه من فوق واللوح المعدني من تحت، او في حاجه تانية اسمها الاريكت دي ان الطفل يبقى واقف، ودي بنستخدمها في الصبغه كتير عشان انا عايز اشوف السائل وهو نازل موجود معايا. بمسك الطفل ما بين ايديا الاتنين واوقفه كده في قاعدينه واقف، طبعا هو حديث الولاده مش هيقف، وبنثبت اللوح وراه وجهاز الاشعه قدامه، بيقوم عامل جهاز الضغط على الاشعه الكهرومغناطيسيه، تقوم معديه جسم الطفل في الوضع الافقي، وده اسمها ايركت يعني واقف او متصلب. دي اللي وضعين بس. قالك لا ممكن تجيبها بالجنب اللاترال دي بقى، لو مثلا لو هو شايف ان في انسداد في قلب المعده زي ما احنا هنشوف الوقت الدبل ساينس او الدبل باول، تمام. بيقول لك لا انا عايز الصوره بالجنب. طيب احنا دور التمريض بقى في الاشعه ان احنا بنساعد الدكتور وبنبقى عارفين ان الاشعه دي هتبقى هنستفاد بيها ايه، وبنتابع البروجريس بتاع الحاله اذا كانت هي وحشه وبقت بتتحسن واحده عشان احنا كلنا بنشتغل فريق مع بعض. بس المهم بقى ان انا اعرف الحاجات المرتبطه بالاجراءات التمريضيه زي انبوبه المعده، زي لو الطفل عنده انسداد اعرف الانسداد ده ولا حد فين واعرف اتعامل معاه ازاي. يعني هقول لكم قصه دلوقتي بس ما بفكرونا اقولها لكم في الاخر. الواحد يعني عملها لما عرف يعني ايه اشعه، وعرف احنا عندنا انسداد لحد فين، وعرفنا نفيد الطفل ازاي، عرفنا نصيغ الاجراءات التمريضيه دي ان احنا نصيغ الطفل ازاي، هبقى اقولها لكم في الاخر. تمام. الحاجات التانية اللي بتعامل معاها زي انبوبه المعده انا اللي بركبها وانا اللي بغير عليها، والانبوبه الحنجريه انا اللي بغير عليها وانا اللي بشفط لها، فانا ممكن تتحرك من مكانها، ابقى عارف مكانها فين بالظبط. القسطره المركزيه انا اللي بغير عليها وانا اللي بتعامل معاها، يعني انا امتى اعرف ان هي مركزيه وامتى ان هي مش طرفيه، وامتى استخدمها كده وامتى استخدمها كده، وايه الحاجه او الاكشن المناسب اللي انا اعمله معاها. تعال نشوف مع بعض الاشعه كده. اول اشعه معانا لحاله تي ان صعوبه في التنفس. المفروض ان هو احنا قلنا ده العظم لونه ابيض خالص اهو، شايفين معايا كويس؟ اللون العظم لونه ابيض خالص اهو، والقلب داخل على الشمال اهو، شيفتد للشمال، تمام. لونه ايه بقى؟ لونه رصاصي. واللي في قلب الرئه دون الهواء اللي موجود في قلب الرئه هو الرئه كويسه زي الفل ما فيهاش اي مشاكل، بس لو جيت تبص هتلاقي بيبقى لون الاسمر ده بيبقى لونه رصاصي في بعض الاماكن. الرصاصي ده الام احنا بنشوف ان احنا ما عندهاش اي مشاكل مرضيه تخلي الطفل عنده مشكله، فبنشخصه تشخيص مبدئي حاجه اسمها تي ان ترانزنت تاكيبنيا اوف نيو بورن، واحنا عرفناها في انواع في الامراض اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب ايه اللي جاي على اليمين عندك ده على الجسم يمين الصوره وشمال العيان اللي هو اللي انت عامله ده البروب اللي بيقيس نبضات القلب، تمام. باين معايا في الاشعه برضه اهو. تعال بقى نشوف التحليل اللي بعدها، حاجه اسمها هايلاين ممبرين ديسيز، تمام. دول بيقول لك طفلين اتنين عندهم ار دي اس. احنا كنا واحنا بنشرح الار دي قلنا عندنا ار دي وار دي اس. الار دي اس اللي هو غياب ماده السرفاكتنت المسؤوله عن تقليل التوتر السطحي، اللي هي بتسهل اتصال الهواء بالحواسات الهوائيه عشان يحصل تبادل الغازات. فاكرين النقطه دي؟ وقلنا ان الهواء طول ما هو موجوده في قلب الرئه يبقى كده كثافته قليله، فهيمتص كميه قليله من الاشعه الكهرومغناطيسيه، فهيبان على الاشعه لونه اسود، صح كده؟ تعال بص على الصوره اللي هي على اليمين دي لونها ابيض. ليه بقى الرئه اللي بلونها ابيض؟ ليه بقى؟ عشان ما فيش هواء، صح يا اولاد ولا لا؟ بص على المعده تحت كده على اليمين على شمال العيان كده، المعده لونها اسود. ليه؟ مليانه هواء، ودي مليانه هواء، باينه مليانه هواء. ما دي مش حجم معده طفل،
ده مليانه هوا لدرجه ان هي يعني ما عايزه تركب، مش مركب رايل. يعني هو الطفل ده مش مركب رايل، الطفل التاني اللي على الشمال مركب رايل، لكن اللي على اليمين ده مركب رايل، مش مركب رايل. تمام. بص كده على الانتو تراكيال تيوب اللي انا عامل لك عليها علامه كده، ايه انتو تراكيال تيوب. القصبة الهوائية راحة فين؟ المفروض تبقى باستقامة العمود الفقري، راحة على يمين العيان خالص. ممكن الطفل بقى يكون داخل معايا في نيموثوركس، دي مش هتبان بقى الا محقن مادة السرفكتة. تمام. الأشعة اللي بعدها بص كده اللي على الشمال، هتشوف 3 حاجات. هتشوف ان الأشعة لونها مايل للبياض، ومع ان الطفل بري تيرم هعرف ان الطفل ده عنده ايه؟ RDS. مادة السرفكتنت مش موجودة، بنقول عليها وايت لانج. والانتوتراكيه التيوب راكبه في مكانها. وفي حاجه هنا اهو، بص هنا كده على السهم، شايفينه ولا لا؟ السهم ده الرايل اهي، لو جيت تبص هتلاقي لونها يعني ايه، التب بتاعتها من ناحيه كده نص دائريه اهي. شايفينها هنا اهي، دي الرايل. شايفينها يا اولاد يا شباب؟ مش واضحه؟ طب احنا ممكن نعمل لك كده عادي. كده واضحه برضو ولا مش واضحه؟ ما هي الاشعه بتبقى باينه كده، لونها ابيض شفافه اهي. شايفينها كده؟ شايفينها ولا مش شايفينها؟ نخش على اللي بعده عشان احنا طولنا المحاضره دي اول النهارده. حاجه تانية اسمها موكينيوم اسبيريشن. احنا قلنا الهواء اسود، هواء اسود، والار دي اس اللي هي خلايا يبقى لونها ابيض. تخيل، تعال شوف بقى كده الاشعه بتاعتك عامله ازاي، ابيض في اسود. والطفل لما كان مولود معايا لقيت جسمه لونه اخضر، او الكرد بتاعه عليه خضار، او كانت الميه بتاعته لونها اخضر، او ريحتها وحش، يبقى موكينيوم اسبيريشن. تمام. خش على اللي بعدها. انت قلت لي ابيض خلايا، اسود هوا، ملبط ابيض في اسود، ده يبقى موكينيوم. طب ما انت يا عم اسود عندك قدامك ايه كويس، يعني انت عندك دلوقتي دي لونها اسود عادي اهي، كلها اسود. بتقول لي عليها ليه نيموثوركس، اللي هو التهاب رئوي، اللي هو اسمه استسقاء في الرئه. بص لي كده على الصوره اللي عليها علامه ايه، حرف الايه، حرف الايه. سيبك من الجنب الشمال بتاعت رئه الطفل، بص لي على الجنب اليمين. بص هتلاقي اسود وحز كده صغير، وبعد كده رصاصي او رمادي. واضح دي؟ معناها ايه بقى؟ معناها ان ده هوا وده هوا، واللي فاصل ما بينهم ده بيقولوا عليها شادو. شادو كده، شادو اسود، او خط موجود ما بين الاتنين. الخط ده بيبقى دليل ان يبقى في حاجه اسمها نيموثوركس، استسقاء الرئه. اللي هو الطفل ده بيقولوا عليه الطفل مفرقع. تمام. طيب فين القلب بقى وفين الرئه التانيه؟ الطفل من كتر ما هو مفرقع هنا، ضاغط لحد ما واخد، بص شوف هنا الانبوبه الحنجريه فين، واخده القصبه الهوائيه وراحه شمال خالص، لدرجه ان هو ضاغط على الجنب الشمال، قافلها كلها. يعني الجزء اليمين هو اللي بتنفس بس، وجزء منه بس اللي بتنفس. من كتر الضغط والتنشن اللي معمول عليه، قافل الجزء اليمين جزئي وقافل الشمال خالص، واخد القلب والقصبه الهوائيه. عشان كده كنت بقول لك خطوره النيموثوركس بتبقى كبيره لما يبقى تنشن نيموثوركس، اللي هو مفرقع جامد، واحنا مش عارفين نفرغ الهواء ده، ان هو بيضغط ضغط شديد على الاورده الكبيره اللي بتصب في القلب، فبيعمل توقف في عضله القلب. يبقى انت الطفل مش قادر يتنفس يدخل اكسجين، والقلب مش قادر يضخ يودي اكسجين لايه، لبقيه الجسم. وضحت كده يا اولاد؟ حلو قوي. بص على الصوره رقم بي بقى.
في هنا حاجه كده، خرطوم ظهر لي كده في قلب الاشعه، داخل في قلب الجسم من بره كده، ده يبقى ايه؟ شيست تيوب. الله ينور عليكم. انتوا كده، انا كده مبسوط ان انا وصلت لكم فكره الاشعه، وانك انت تعرف الحاجات اللي فيها ازاي. الله ينور عليكم كده ايه. طيب، برونكو بالمونر ديسبليزيا، يعني انا حطيتها كده من باب اللي هو يعني ايه، عشان تبقى يعني انت حاجه انت شايفها. انت المفروض انك انت اشعه الخلايا بتاعه القلب لما تكون بصحتها وبالكفاءه بتمتص جزء متوسط من الاشعه الكهرومغناطيسيه فيبان لونها رصاصي. تعال طلع لي القلب هنا من الاشعه كده. او ما انتش عارف القلب من الرئه من كله، هما الاتنين بقى لونهم ايه؟ ملبط كده، رصاصي في اسود. عندك ده بيقول لك بسبب الفيبروزس، اللي هو الالتهاب الشديد لانسجه الرئه. ده لما الطفل يقعد على جهاز تنفس صناعي لفتره طويله، او يحتاج اكسجين سبورت لفتره طويله. تمام. نخش بقى الاشعه اللي بعدها. دي حاجه اسمها هنا الاشعه توضح خلل فالوت الرباعي، فالوت تترالوج. دي أنا بعرفها ازاي بقى؟ بص كده، هتلاقي القلب عامل زي بيقولوا عليها ايه، عارف انت البوت؟ يعني ده يعتبر البوت اهو، وهنا الرقبه بتاعت البوت، القلب عامل شكل البوت كده. ده كارديوميجالي بتترالوج اوف فالوت. دي مشكله في القلب. اما بروح اعمل بقى ايكو، انا اول ما اشوف الشكل ده بقول عليها تترالوج اوف فالوت. تمام. خلل فالوت الرباعي بالعربي. الشكل ده هو اللي هو عامل زي ايه؟ عامل زي شكل البوت. لو جيت تبص كده، بص دي يعني اللي هي القدم اهي، ودي العنق بتاعتها اللي عند القصبه الهوائيه. بروح اعمل للطفل ده ايكو على طول. كارديوميجالي هنشوفه الوقت في اشعه تانية. تقريبا هي دي. تعال نشوف بقى الاشعه دي، احنا ما شفناهاش. دي بيقول لك بقى ايه؟ نيمو بريكارديوم. بريكارديوم ده اللي هو ايه؟ نزيف حوالين القلب. شوف حرف الايه كده، احنا قلنا ان القلب بيبقى لونه رصاصي، لونه رمادي، حواليه اسود. ليه الاسود اللي حواليه وحواليه ايه؟ مرافق للقلب كده، تحس ان هو مشبع القلب او دهن القلب كده. تمام. ده بقول عليها بريكارديوم. دي نزيف حوالين القلب، وفي الغالب ما بنشوفوش في حديث الولاده يعني، بس تبقى انت عارف شكله. تمام. والانتوتراكيال تيوب فوق اهي وراح على اليمين شويه. تعال نشوف بقى الاشعه اللي بعدها. دي حاجه اسمها ايك شيب. ايك شيب في الهارت اللي هو شكل البويضه. بيضه ايه القلب، شوف عامل ازاي. كارديوميجالي قلب كبير وشكله عامل زي البيضه. توتال انومالوس بالمونري فينس درينج. دي برضو مشاكل في القلب. انا يعني انا يهمني الحاجات اللي احنا قلناها فوق. الحاجات بتاعت القلب دي يعني انت كده كده اول ما بتشوف القلب شكله شكل غريب من الاشكال دي، سواء بقى كبير او تترالوب وفالوب، او ان هو الشكل اللي انت شايفه قدامك اللي هو شكل حرف 8، اللي هو الصوره اللي قدامنا دي الوقت دي. كل اللي انا بعمله ان انا بعمل سبورت للطفل لحد ما اجيب حد كارديولوجيست يبص عليه. كونجينيتال دايفراجماتيك هيرني. دي بقى يعني ايه؟ حاجه صعبه شويه من الحاجات اللي احنا شفناها قدام. يعني ايه كونجينيتال دايفراجماتيك هيرني؟ اللي هو عيب خلقي، بيبقى فيه فتق في الحجاب الحاجز، فبيخش جزء من الايه؟ من الامعاء جوه الرئه. تعال بص هنا كده، ما انت شايف حجاب حاجز من الرئه، بتحس ان هي سايحه على بعضها. تمام. شايفينها؟ تحس ان الدنيا سايحه على بعضها كده. هجيبها لكم بالتفصيل بقى. رقم ايه؟ بيقول لك انعكاس وجود الشرايين الداخليه والخارجيه في القلب. اما اشوف اللي هي شكل البيضه ده، اقول لك انعكاس الاورده، شكل البيضه اللي احنا شفناه الاولاني ده، بيقول لك انعكاس وجود الشرايين الداخليه والخارجيه من القلب. والصوره الثانيه اللي هو حرف 8، انعكاس الشرايين والاورده الرئويه في كل منهما في مكان الاخر، اللي هو شكل 8 ده. الشكل الثالث ده بقى اللي هو حرف سي، ده بيقول لك ايه بقى؟
وجود فتق في الحجاب الحاجز ينتج عنه مرور جزء من الامعاء للاعلى وضمور في الناحيه اليسرى من الرئه. لو انتوا فاكرين في العيوب الخلقيه انا قلت لكم احنا عندنا نوعين من الفتق في الحجاب الحاجز، اللي هو فتق كامل او فتق جزئي، وان ده بيحتاج جراحه وقتيه، وان الجزء ده ممكن الطفل يعيش بيه لفتره طويله. طيب نيوموبوتونيوم، لا سيبك من دي مش مشكله، دي بتبان في النيكروتايزنج انترنيكروتس. ايوه انا عايزك بقى تشوف دي انتستينال اوبستراكشن اللي هو انسداد جزء من المعده. احنا قلنا ان المعده بتبان لونها اسود صح؟ بان لي هنا نقطتين او دايرتين لونهم اسود ليه؟ دي بنقول عليها حاجه اسمها دبل بابل. دبل يعني اتنين، بابل يعني فقاعات، يبقى فقاعتين فوق بعض او جنب بعض، او بقول عليها جلاس اسمها ايه، جلاس سكرين اللي هو شكل النضاره. انت في الغالب بقى بتقول عليهم دبل بابل اللي هو فقاعتين مزدوجتين فوق بعض او جنب بعض. تشوفهم في الاشعه والطفل ما بيعملش حمام تعرف ان عندك انسداد في قلب المعده. حلو كده. دي مثلا بيقول لك كوريكت بليسمنت في الامبلايكال فينس كاستر. انا ماليش دعوه بالاشعه بقى، الطفل التهاب رئوي، الطفل ما اعرفش ايه، انا عايز اشوف حاجتين اتنين، عايز اشوف القسطره السره داخله من السره هي ومشيت باستقامه للعمود الفقري عند الحجاب الحاجز فوقه عند الحجاب الحاجز بالظبط، او عدت الحجاب الحاجز ب1 سم. يبقى دي المكان الصحيح للقسطره السره، وده اللي ينفع استخدمها وادي فيها كل الادويه بتاعتي. تعال بص بقى باستقامه العمود الفقري عند السواد اللي موجوده عند السهم بتاعي ده كده. دي اللي هي الانبوبه المعده موجوده في قلب المعده بالظبط اهي. شايفين يا اولاد الاشعه دي وعارفين اليو في سي راكبه مكانها ولا لا؟ طيب نخش على اللي بعدها بقى. شوف اليو في سي رايحه فين، مش باستقامه العمود الفقري ومش واصله للحجاب الحاجز، داخله شمال. دي بنقول عليها هيباتيك، داخله على الكبد، مش الشمال، مش اللي في شمال الصوره ويمين العيان. شمال الصوره اللي احنا شايفينها ويمين العيان، يمين العيان دي يعني الكبد، يبقى هيباتيك دي لها ان هي تتشد لورا فتبقى بريفرال زي الكانولا العاديه ونستخدمها ساعتها الادويه، تمام، الادويه والمحاليل. لا اما تشيلها خالص وتركب واحده تانية، لكن دي ما ينفعش تستخدم خالص. في الطوارئ ممكن استخدمها في المحاليل فقط وليس الادويه، عشان لو استخدمت الادويه ممكن تعمل سداد في الوريد الكبدي الكبير اللي هو ممكن يعمل دامج او ضمور في الكبد. بالنسبه للاشعه الثانيه نفس الاشعه، بص بقول لك رايل تيوب، جزء اسود وداخل فيه الرايل اهو داخله في قلب المعده، يبقى التيوب راكبه في مكانها. يبقى انا اما اجي اقيس الرايل بتاعتي واجي ابص الاقيها معديه الجزء الاسود ده، يعني هي كده بص خرق المعده وعدى الناحيه الثانيه. هو مش هيخرقها بس بيخش في قلب المعده ويلف فيها او يبقى ضاغط جامد على جدار المعده، يبقى كده انت داخل بزياده. فتيجي الاشعه، فتيجي المره اللي بعدها تقيس المقاس بتاعك بالظبط او ترجعها 1 سم بره. ده اللي يهمك في الاشعه. يهمني في الاشعتين دول اليو في سي، اعرف اذا كان هينفع ادي فيها دواء بس ولا محلول بس، محلول بس، ولا مش هدي فيها حاجه خالص، واعرف الرايل في مكانها ولا لا. تمام كده. بريفرال انسيرشن سنترال كاستر اللي هو البيك لاين، القسطره المركزيه من وريد الطرف. بص كده اللون الاحمر داخله من الدراع اهي، فضلت ماشيه باستقامه الترقوه وداخله على القلب، دي في مكانها مظبوط. نفس الكلام الناحيه التانيه، ودي برضو بريفرنس كاستر من الدراع اليمين. بيقول لك بقى ايه بقى؟ في هذه الاشعه نرى وضع غير صحيح للقسطره المركزيه من وريد الطرف حيث توجد في الاذين الايمن، وهو وضع غير صحيح، حيث ان الوضع الامثل هو تواجد مقدمه القسطره في الوريد الاجوف السفلي والعلوي، ما تخشش القلب. تعال بص فوق هنا كده، القلب اهو وهي قبل القلب، والقلب اهو وهنا هي قبل القلب، لكن هنا شوف بتبص عامله حفله جوه القلب اهي، اللي هي دي شايفينها داخله جوه القلب. فتعمل بقى الريزميا معايا ونبضات القلب تبقى مش مظبوطه، والطفل ممكن يخش في براديكارديا ويخش في مشاكل. هنا قلت لكم ايه بقى؟ طبيعي جدا كفريق معالج للحاله نناقش الاشعه والتحاليل مع بعض ونركز على العناصر المرتبطه بالعنايه التمريضيه، مثلا وضع الانبوبه الحنجريه ووضع الاساطر المركزيه وانبوبه المعده والانبوبه الصدريه وتشخيص الحاله عموما، مقارنه الاشعه ببعضها والتحاليل ببعضها لمعرفه تطور الحاله اثناء الاقامه. يا رب اكون وصلت لكم المعلومه.
عن الاشعه والتحاليل ونعرف نستخدمها افضل استخدام. احكي لكم بقى الحكايه بسرعه قبل ما نفصل عشان عارف ان انا طولت عليكم في 5 دقايق كده بالظبط. احنا كنا كانت حاله انتوتراكيال تراكيو اسوفيجال فيستيولا، انسداد في الايه في المريء. والحاله جايه من بقى لها 3 ايام في البيت، مش بترضع طبعا، وداخله في التهاب رئوي، وعندها انسداد في قلب الايه انسداد في المريء. فلما عملنا اشعه لقينا الطفل بتاعي ده هو الرئه بتطلع افرازات كتير عشان هو عنده التهاب، وكده كده السوائل دي ما بتتجمع في المريء ما بتنزلش المعده، والطفل ما بيعرفش يتفها فبتخش جوه الرئه فتعمل التهاب تاني وتسوق للدنيا وتعمل لانجو كولابس. فكان الحل ايه؟ ان انا احط جوه الانسداد ده هو قسطره متواجده بشكل مباشر واساسي ومستمر، متوصله بجهاز التشفيط بيشتغل في كل وقت او في اي وقت انا عايزه. هو ده اللي انا عملته، ركبت الرايل مكان الانسداد او متوقع للانسداد. انا كنت عارف ان عند الحنجره، فقست من الفم لحد الاير لوب لحد الحنجره، وبزياده شويه 5 سم كمان لحد بدايه عظمه القص، وقمت مثبتها يعني انها رايل عادي خالص، وقمت مشغل الجهاز السكشن بتاعي. كل ما الطفل ابتدى يكح او نفسه يبقى سريع بقوم من غير ما اخش للطفل ومن غير ما اتعقم ولا اي حاجه، بقوم ضاغط على الزرار بتاع السكشن يقوم ساحب الافرازات. وهكذا كنت الاول كل 10 دقايق وربع ساعه اشغل السكشن مره، بعد كده كل نص ساعه، بعد كده كل ساعه، بعد كده كل ساعتين، بعد كده في الكير بتاعي العادي. يبقى انا كده حميت الطفل من ان هو يخش في اسبيريشن، وشلت الافرازات من ان هي تخش في قلب الرئه، تمام. واديت فرصه للطفل بقى مع السباب والعلاج الطبيعي والجلسات ان انا اعالج الرئه. وساعتها كنت بصلح بعمل كوريكشن للجفاف اللي كان حاصل للطفل، وكنت كمان بعالج العدوى. كلام الاستشاري الدكتور احمد عزيز الدسوقي من الاساتذه اللي مش يعني مراجعين الكتاب بتاعنا، كان يعني هو ما شافها قال لي انا عايز اعرف انت عملت ايه. فشرحت له والله، قلت له احنا في الاشعه كذا وانا قست الكذا وحطيت الرايل بكذا بحيث ان انا اقلل العدوى للطفل واقلل الدخول للطفل، وفي نفس الوقت اقلل كميه الافرازات اللي موجوده اللي ممكن تخش الرئه. وعملت 1 2 3 وثبت كذا كذا. يبقى انت كده عملت افضل استغلال للمهاره مع المعلومه. بس كده انا كده خلصت كلامي، لو حد عنده سؤال يتفضل.